كم مرة قلت هتلتزم وهتصحى الساعة 4 وهتنزل الجيم وهتلتزم بالدايت وهتعمل بيزنس وهتنام الساعة 10، بس في الآخر كل ده بيفضل كلام، أو بتعمل حاجة منهم والباقي كله تطنشه، أو أصلا ما تعملش. قلنا هنلتزم بالمونك مود وما التزمناش، قلنا هنبطل نلعب في نفسنا وما بطلناش، قلنا هندوبامين ديتوكس وما صمناش. كله عايز ينجح وكله عايز يبقى غني، بس 1% بس من الرجالة هما اللي بيوصلوا للمرحلة ده. فشوف الفيديو للآخر لو عايز تعرف سر 1% من الرجالة. أنا يوسف حسن، وده كل اللي الرجالة محتاجينه في روتينهم عشان ينجحوا. عارف ليه؟ عارف انت لا التزمت ولا بطلت ولا صمت ولا عملت اي حاجة؟ عشان مفيش روتين. صحيت الساعة 4، طب وبعدين مش هتلاقي حاجة تعملها، فهتروح تمسك الموبايل ومن غير ما تغسل سنانك حتى بتفضل ريحتك زي الزفت، سامحني في اللفظ يعني، بس بتفضل ريحتك فعلا زي الزفت، وماسك الموبايل عمال تسكرول على التيك توك، ومش عارف بنت تعجبك كده، مش عارف فيديو يعجبك كده. كل ده انت عمال بتضيع في الباور. المفروض ان انت صاحي متجمع مخزون باور، انت ارتحت في جسمك، انت ارتحت في النوم، خلاص انت جمعت باور، المفروض بتصحى على طول انت بتطلع الباور ده، فانت تقوم بتطلعها على موبايلك. قلت هتعمل بيزنس، طب ايه هو البيزنس انت عايز تعمله؟ فكرت له خططت له؟ مفيش. كل اللي ملتزمش بالمونك مود عشان ما سمعش الكلام وحط اهداف، وكل اللي ملتزمش بالدومين ديتوكس عشان انت قلت هتوقف كل مصادر الدومين الرخيص. طب وبعدين بدلته بحاجه؟ غيرت اللي انت كنت بتعمله في الوقت الفاضي؟ طب انت ليه اصلا بتصحى الساعه 4؟ طب هقول لك على حاجه، الرجاله اللي هم ال 1% بيصحوا الساعه 4 ليه؟ بيصحى الساعه 4 يا اما تخش تشاور يا اما تغسل سنانها وتروح تصلي، وبعد كده يخلص اللي وراه. ايوه، تعالى بقى نقف على حته اللي وراه اللي هو ايه؟ الروتين. وده اللي الشباب اللي زينا بينسوا يعملوا حسابه لما يحبوا يلتزموا بحاجه. المفروض طالما سبت حاجه يبقى لازم تبدلها بحاجه، حاجه تتعود عليها. صحيت 4، عود نفسك ان انت اول ما تصحى على طول تخش ترمي نفسك في الميه الساقعه، او تروح تغسل سنانك وتروح تعمل قهوتك، تقعد تذاكر او تشتغل. بعد كده هتلاقي ان مفيش وقت اصلا ان انت تمسك الموبايل تسكرول او تلعب في نفسك، او حتى تلعب اي فيديو جيمز. مش شرط تلعب في نفسك يا سيدي، لان انت بدلت الفراغ اللي انت كنت بتمسك فيه الموبايل بعاده كويسه تلتزم بيها. وشايف بقول لك ايه؟ عاده يعني هتتعود عليها. فانا دلوقتي هقول لك على كام حاجه هيساعدوك في اللي انت تبني روتين صح. لان انا لو جيت طلعت قلت لك دلوقتي الروتين بتاعي هبقى كده نصاب بصراحه، لان مش كل الناس زي بعضها. وقتك مش زي وقتي، اهلك مش زي اهلي، شغلك مش زي شغلي، دراستك مش زي دراستي. كل واحد وليه نظام حياته، فانت اللي لازم تكون لنفسك ايه الروتين. فانا هقول لك على كام حاجه انت تدخلها في الروتين ده عشان تعمل روتين صح، روتين ما يقلش عن اي حد ناجح في 1% من الرجاله. ولما نيجي نشوف ايه المشترك بقى بين كل 1% ده، هتلاقي ان هم بيصحوا بدري. تمام، انا عارف ان الكلام اللي هقوله ده كليشيه دلوقتي، بس بيصحوا بدري. بس بقى ايه؟ مش بيصحوا يمسكوا الموبايل ولا حتى يتشيك النوتيفيكيشنز اللي موجوده. يعني حتى مش شرط يفتح الموبايل، لا، ما بيشوفش اصلا الموبايل ده بيبقى في حته تانية خالص. بيركن الموبايل في حته تانية، يا دوب بس ممكن يستخدمه كمنبه، او اصلا هم ليهم منبه، مش منبه على الموبايل، لا، منبه فعلا. لا، الناس دي فاهمه وعارفه ان النوم على السرير ملوش لازمه. فانا هقول لك على اول حاجه تعملها، وهي انك تصحى بدري. تصحى الساعه 4، ترمي نفسك في ميه ساقعه، سواء بقى دش ساقع او تتوضى ميه ساقعه. المهم هتغسل سنانك، بعد كده تنزل تصلي. تمام، هتطلع تعمل قهوتك، مش هتشرب قهوه، كله كده خبط لزق خبط لزق. اروح اريح 5 على السرير بس وبتاع، بعد كده هقوم. مفيش الكلام ده. انت عارف اللي انت الشيطان بيوسوس لك عشان مش عايزك تنجح. بيقول لك روح نام ريح لك 5 دقايق، ده مش هيحصل لك حاجه، انت جسمك مرهق ومش عارف ايه، ما تنزلش تصلي، ممكن تصلي في البيت. كل ده شيطان عمال بيوسوس لك. فاول حاجه ندخلها في اليوم هي انك تصحى بدري. وانت كده كده كمسلم لازم تصحى بدري عشان تصلي صلاه الفجر. وحتى يا سيدي الناس اللي بره بينصحوا بالوقت بتاع الفجر عشان هم عارفين ان الوقت ده هو اكتر وقت الانسان ممكن يبقى فيه برودكتيف. وتاني حاجه لازم تعملها اول ما تصحى هو الصيام الصباحي. انك اول ما تصحى ما تروحش تفطر على طول. هتستغربني جامد بقى، وكل بودي بيلدرز هيقولوا ده عبيط وهم عارفين الفيديو، بس لا، اسمع الكلام للاخر وهتفهم. بس قبل ما اقول لك ليه وهتعمل ايه، يعني عايزك تشوف لي انسان ناجح اول ما بيصحى على طول بيروح يفطر. لا، اول ما بيصحوا بيعملوا كوبايه قهوه، بعد كده يروحوا يشتغلوا على طول، او يعملوا كوبايه قهوه ينزلوا يتمرنوا، بعد كده يرجعوا يشوفوا شغلهم ايه وايه دنيتهم، عشان هم عارفين ان هم لو فطروا هيملوا بطنهم، والبطن المليانه ما بتجيبش غير الكسل. فانت اول ما تصحى وصحيت بدري يا سيدي وكل الكلام ده وقمت فاطر على طول، هتحس بالشبع. مش هيبقى فيه اللي هو احساس الجوع اللي انت تشتغل عشانه، فاهم؟ وبعيد عن كده زي ما قلت لك، البطن المليانه ما بيجيش من وراه غير الكسل. طب انا بودي بيلدر وعايز ابلك، ازاي اعمل كده؟ ما بص بقى، تعالى لي بقى. لو انت بتتكلم في الموضوع ده، اغلب البودي بيلدرز اول ما بيصحوا ما بيفطروش على طول.
بيصحوا زي ما قلت لك، بيصحوا بدري يعملوا قهوتهم، بس بيفضلوا قاعدين يجهزوا في وجبات اليوم كله. وده اللي انت المفروض تعمله كبادي بيلدر. لو جيت سالت اي حد محترف في البادي بيلدينج هيقول لك انا اول ما بصحى مش بفطر، انا اول ما بصحى على طول بروح اعمل وجبات بتاعه اليوم، بيعملها هو جعان، بيعملها هو لسه ما فطرش، عشان احساس الجوع بتاعه هيحفزه ان هو يعمل الوجبات كلها. فاعمل اللي وراك ولو حاجه بسيطه، كارديو، تنزل تجري، بوش ابس، بس تعمل بوش ابس بس وخلاص، اقرا كتاب، خلص تاسك من تاسكاتك، بعد كده تروح تفطر. وتالت حاجه لازم تبقى موجوده في يومك التمرين. التمرين بيساعد القلب على انه يضخ دم اكتر، ومع ضخ الدم اكتر انت هتتنفس اكسجين اكتر، فانت كده بتخلي القلب والرئتين يقوموا بالوظائف بتاعتهم كامله. ولما صحه القلب والرئتين يتحسنوا ويوصل الاكسجين والدم بشكل كويس في الجسم، ده بيخلي عندك صحه وطاقه اللي انت تخلص باقي التاسكات اللي وراك. ولو جيت جوجل الفوائد بتاعت التمارين مش هتلاقي ان هي بس للجسم، لا، هتلاقيها للمود بتاعك، للمنتل هيلث، للنوم، بتقلل لك الاسترس. كل الكلام دوت بيجي من ورا التمارين. وجنب التمارين بقى لازم تبقى هايدريتد وتشرب اقل حاجه 3 لتر في اليوم. ولو جيت برضه تجوجل الموضوع ده هتلاقي ان انت بتحسن ادائك في اليوم، وبتحسن وظائف المخ، وكمان بتحسن بشرتك. ورابع حاجه ممكن ما يكونش حد قالها قبل كده بس انا كنت بعملها فعلا، كنت بدلت يعني اللعب مثلا زي فورتنايت وكده، بدلتها باللي انا كنت بلعب شطرنج. بتفتح دماغك، بتوسع تفكيرك بشكل كبير، فابعد عن الالعاب بتاعت اليومين دول يا سيدي. العبها في اخر اليوم لما تخلص كل اللي وراك وتلاقي ان في وقت، مع ان مفيش وقت خالص. وخامس حاجه تدخلها هي انك تجدول يومك. يعني قبل ما تنام تجيب نوت زي اللي اتكلمنا عنها في فيديو بتاع الالتزام، تكتب كل تاسكات اليوم قبل ما تنام. لا، ومش تكتبها بس، لا، تكتبها بالوقت اللي المفروض تعملها فيه. يعني مثلا هصحى الساعه 4 وهرمي نفسي في المايه الساقعه وهنزل اصلي، قول مثلا من اول الساعه 5 هكون فاضي مش هيبقى ورايا حاجه، يبقى خلاص يبقى من الساعه 5 للساعه 6 هقرا كتاب، ومن الساعه 6 لحد الساعه 9 انا هخلص اللي ورايا. وما تخليش الموضوع اوفرلود، الدنيا مش كده. انت لو خليت الموضوع اوفرلود انت هتبطل، انت مش هتفضل مكمل. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فمش انت الانسان اللي هتكلف نفسك بمهمه اكبر منك، وده هيوديك في الاخر ان انت مش هتعمل حاجه وهبوظ اليوم كله، وده نتيجته في الاخر ان انت هتبوظ الروتين بتاعك. واخر حاجه تعملها، وانا قلتها في الفيديو اللي فات بس هقولها تاني، هي انك تظبط ميعاد نومك قبل ميعاد صحيانك. يعني انت هتصحى الساعه 4 تخش تنام الساعه 8 7 كمان، يعني لازم تعمل حساب ساعه قبل النوم، بحيث ان الساعه دهيت هي اللي انت الفتره اللي انت تسيب فيها الموبايل وبتنام على السرير. انت مش اول ما تحط دماغك على السرير بتنام، فانت لازم تكون مجهز ساعه تاخد راحتك فيها في النوم عشان تاخد اعلى كواليتي من النوم. انا عن نفسي الروتين بتاعي كنت بصحى الساعه 4 الفجر، بعد كده يا اما اخد شاور، يا اما لو كنت مثلا واخد شاور تاني يوم ما اخدش شاور، وبعد كده اتوضى الميه ساقعه برضو، اغسل سناني، انزل اصلي. بعد ما انزل اصلي اطلع اقرا ورد من القران، اقعد اشتغل اذاكر لحد الساعه 9. من بعد الساعه 9 ابتدي افطر. بعد الفطار بقى يا اما اشوف بقى لو ورايا دروس، ورايا شغل، مش عارف ايه. لو مش ورايا بفضل قاعد اتعلم في حاجه جديده، او حتى افضل اقرا في كتاب. بعد كده مثلا بروح الجيم على العصر ولا حاجه. وكان في اوقات كتير عشان ما اكدبش برضه، كان في اوقات بخلي الجيم بالليل بعد التمرين بقى، وبعد ما اخلص وجباتي وكل الكلام ده كنت بقعد مع نفسي اشوف انا عملت ايه النهارده وهحتاج اعمل ايه بكره، واكتبها كلها في ورقه او في نوت او في بورد، اي حاجه. المهم ان في حاجه غير الموبايل لما اصحى اشوفها واعرف انا ورايا ايه، ما افضلش صاحي على الفاضي ما بعملش حاجه. فبس دي الحاجات اللي انت لو دخلتها في يومك هتبقى انسان ناجح، هتبقى انسان مختلف، هتبقى من التوب 1% اوف ذا مان. الموضوع صعب في الاول، انا ما قلتلكش ان هو سهل خالص، لكن هتتعود عليه. عايزين نبيلد ماسكلين كوميونتي، نتقابل كلنا، ننزل مع بعض، نبزنس توك، كل الكلام دوت. وحاليا في كوميونتي احنا عاملينها على الديسكورد، اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن، بنحاول نجمع اكبر عدد عشان قدام في حاجات كتير عايزين نعملها سوا. وانت نازل بقى اعمل لي سبسكرايب، عايزين نوصل ل 10000 قبل نهايه شهر رمضان. ده هدف من الاهداف اللي انا حاططها عشان استمر على الروتين بتاعي، عشان استمر على ان انا اصور، عشان ما اعطلش في يوم. وانت وانتي وكلكم لازم تحطوا اهداف عشان تعرفوا تستمروا على الروتين بتاعكم، عشان تفضلوا مكملين. لازم الهدف بتاعكم يبقى قدامكم 24/7، يعني تكتبوا على ورقه، تعلقها على حيطه، تخليها وول بيبر على الموبايل. لازم انت اول ما تصحى تشوف الهدف، تعرف انت شغال عشان ايه، تعرف انت بتتعب عشان ايه، وهتوصل ان شاء الله. وبس كده، السلام عليكم.